السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بعد الأنباء إقالته في روما، مورينيو يعلن القدوم إلى السعودية. كشف المدرب البرتغالي جوزي مورينيو عن رغبته في العمل بالدوري السعودي وسط التكهنات المحيطة بمستقبله مع نادي روما الإيطالي هذا الموسم. مورينيو يعيش فترة صعبة مع الذئاب بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي. وخلال حديثه مع الإعلامي المصري عمر أديب عبر برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، ألمح إلى اقتراب رحلته في إيطاليا عن نهايتها. وقال مورينيو ردا على السؤال يخص قدوم النجوم الكبار وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو إلى السعودية: انظر للأمر، إنني أعرف رونالدو جيدا وليس لكونه من البرتغال مثلي، هو أول من ذهب للدوري السعودي وأعطى الأمر منظورا مختلفا. وأضاف: في تلك الفترة بدأ اللاعبون يفكرون في الأمر على أنه موقف فردي من رونالدو، وفجأة هذا الصيف أدرك الناس أن كل شيء يتغير حقا، وأن هناك كثير من اللاعبين يتجهون للسعودية، وليس فقط من هم في الفترة الأخيرة من حياتهم المهنية، بل أيضا اللاعبون الذين يعيشون أفضل سنوات مسيرتهم. وتابع الحديث: المنافسة هنا شديدة، وحقيقة ليس فقط في الدوري المحلي ولكن أيضا المسابقات الآسيوية ودوري أبطال آسيا، وهذا الأمر جذب العديد من النجوم في أوروبا، وأتمنى أن تسير الأمور على النحو الذي يريدونه. حياكم الله من جديد. مورينهو مدرب فريق روما الإيطالي أجرى معاه الزميل العزيز عمرو أديب في برنامج الحكاية في MBC مصر لقاء تكلم فيه عن جوانب سعودية جدا مهمة. اللقاء قصير لكن الحقيقة يحمل رسائل جدا مهمة، أنا كنت حريص أن احنا نستعيره لعرضه للجمهور السعودي. اسمعوا مورينهو وش قال. That you are busy because you have my match tomorrow. What do you think about the big fuss about that big players are going to Saudi Arabia? How do you see this issue? You know, I see it. First of all, it's not because he's a Portuguese guy. It's not because, of course, I know him. But I think he's real. I think the fact that Cristiano was the first one to go, I think gave it immediately a complete different perspective. Then was a period where people could say or could think, okay, this is a one-man show and will be just him. And certainly in this summer, people understood that everything was really changing, and lots of players, not just the players in the last periods of their career, but also players in the best years of their career, the players were coming. The competition is real. I think even not just the domestic league, but also the Asian competitions, Champions League is really interesting. Of course, attracted more interest from Europe, and let's see in years to come. But hopefully, goes in the direction your country wants. You might see you in Saudi Arabia. You know, you have big fans there. They will be very happy to see you in Saudi Arabia always. No, they will see me for sure because I will go for sure on some free time. But my conviction is also that I will work there. I don't know when, but I'm pretty sure that I You will want to work there. in Saudi Arabia? I will. This is big time, as I they will. say I will. in Riyadh season. I'm in Roma. I'm committed with Roma. I want to give everything to Roma until my last day. The future, nobody knows, but it's something that I'm going to do it for sure. I had the honor, sir,
Thank you very much. You Thank are a you so much. legend, really. Thank you. Thank you. My pleasure. My Thank you. pleasure. وأما عن قدومه إلى السعودية، بالطبع سيروني قريبا لأنني أذهب إلى هناك بصفة مستمرة، لكنني مقتنع بأنني سأذهب إلى هناك للعمل أيضا، لا أعرف متى ولكن متأكد من أنني سأنتقل إلى هناك. ويأتي حديث مورينيو تزامنا مع ما نشرته صحيفة كوريي ديلو سبورت الإيطالية حول إمكانية إقالته من تدريب روما لو خسر المواجهة القادمة أمام كارياري بالدولي المحلي. وفي السياق متصل نفت وكالة تشانزا الأنباء التي انتشرت حول رحيل مورينيو وقدوم الألماني هانز فليك بدلا من تدريب الذئاب. يذكر أن البرتغالي ارتبط هذا الصيف بالانتقال إلى الهلال والأهلي السعودي، واعترف بتلقيه عرضا جنونيا ولكنه رفضه من أجل البقاء مع روما.